السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن 5 ملمات لسنة 1973 وهي الصقر. معانا الألمونيوم والنحاس. هنعرف ايه اللي مطلوب بالظبط، بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا 5 ملمات الصقر دي الألمونيوم. معانا النحاس لسنة 1973. اللي مطلوبة بتكون 1973 الألمونيوم، اللي هي دي، بس دي تاريخ 1972. اللي بتكون مطلوبة نفس الشكل ده كده، ولكن تاريخ 1973 اللي هي 1973. الألمونيوم ديت سعرها كويس جدا، بيكون يتراوح معاك من أول 2000 جنيه لحد 5000 لحد 30,000 جنيه مصري حسب الحالة. يعني الحالة لو نضيفة زي دي كده وبتاريخ 1973، دي سعرها بيكون 30,000 جنيه مصري لو الحالة نضيفة والكلام باين. طيب حد هيقول لي انا معايا اللي هي النحاس وبتاريخ 1973، اللي هي النحاس ديت مش مطلوبة خالص، وديت بتدخل في سعر الكيلو. عشان في ناس سألتني عن 5 ملمات اللي هي النحاس لسنة 1973، وقالوا لي ايه الفرق ما بينها وما بين الألمونيوم. اللي بتكون مطلوبة هي الألمونيوم وبتاريخ 1973، لأن التاريخ ده هو تاريخ خطأ سك، تم إصدار كمية قليلة منه وتم سكها. أما تاريخ 1972 بالنسبة للصقر الألمونيوم ديت موجود منها كمية كبيرة جدا ولم يتم سكها، اللي هي 1972 اللي هي متوفرة مع كل الناس ومتوفر كمية كبيرة جدا. لكن اللي اتسكت هي 1973 الألمونيوم، وهي اللي بتكون مطلوبة، ودي اللي سعرها بيكون لحد 30,000 جنيه مصري. يعني اللي معاه عملات يحاول يدور على الشكل ده كده بتاريخ 1973 نوع المعدن ألمونيوم. محدش يدور على النحاس دي خالص، ديت مش مطلوبة، دي بتدخل في سعر الكيلو. واضح كده؟ اللي مطلوبة بتكون الألمونيوم تاريخ 1973. ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك، سبسكرايب، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.